محمد رسولنا النبي الأمي المبعوث رحمة للعالمين، خاتم الأنبياء والمرسلين، نور هذه الأمة وضياءها. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، في ليلة رائعة نترقب فيها مباراة اليوم وننتظر ونتوقع منها الكثير. سعيد بتواجدي معكم من خلال التعليق على أحداث هذه المباراة. الكثير من الحديث والكلام سيكون في هذه المواجهة، ننتظر الكثير من الندية والإثارة بين الفريقين في هذه القمة. البرازيل تعلن انطلاقة هذه المباراة. يستحوذ على الكرة، مساحات كبيرة في الجناح، يرسل الكرة في الخلف. نيمار اللاعب الذي يعتبر الأفضل حاليا بالنسبة للبرازيليين، وآمل البرازيليين في العودة مرة أخرى إلى المكانة والبطولات. لاعب الذي يراه الكثيرون بأنه اللاعب القادم في التاريخ في السنوات المقبلة. وجوده في الملعب يعني وجود خطورة دائمة على المنافس، بقدرته، بمهاراته، بشخصيته، بإمكانياته على صناعة الفارق في لحظة. فرصة لإرسال كرة عرضية. شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع، لكن يفشل الفريق في تشكيل خطورة ويفقد الكرة. بينية فيها خطورة، ولن يتصدى ببراعة. يا إلهي على الفرصة الأخيرة، أي فرصة كانت وأي تصدي شاهدناه. براعة كبيرة في حراسة المرمى تبقي الأمور على حالة التعادل. حكم يقرر منح الأفضلية وعدم احتساب خطأ في هذه الكرة. فريق لا يمل من التمريرات القصيرة والسريعة، إنهم لا يتركون الكرة. تدخل بشكل سليم، شوف استعادة الكرة بطريقة مثالية. نيمار، كرة بتتخلص، يسيطر عليها الآن. الله على السلايد في اللقطة الماضية. نشأة وأساس كرة القدم عليها الكثير من الخلافات، لكن المعروف لدى الجميع بأن بريطانيا هي مهد كرة القدم، لأنها من بدأت بوضع القوانين والأطر المنظمة لهذه اللعبة التي أثرت شعوب العالم من الشرق إلى الغرب. ريتشارلسون، رينالدو، تمريرة سيئة تذهب للخصم مباشرة. فرصة للعرضية، عرضية طويلة في العمق، تصدي خرافي للكرة الرأسية، ردة فعل خيالية كانت في غاية الخطورة. الله على الإبعاد. نيمار، هدوء في بناء الهجمة، ما في استعجال، بناء منظم حتى الآن والبحث عن التقدم.
اعتراض يمنع مرور التسديدة. كونوبليانكا، ممتازة التمريرة العالية. فرصة للتقدم في النتيجة من الضربة الركنية. شوف الجمهور الآن، شوف محاولة دفع للفريق لاستغلال الفرصة والتقدم في المباراة. فرصة كانت بعد فترة برود في الأداء. نيمار، فرصة خطيرة جدا على المرمى. أعتقد في رأيي بأن التدخل الدفاعي والضغط كان له تأثير كبير جدا، بالتالي في عدم التمكن من التسديدة. مدرب يحاول أن يشجع لاعبا يرفع من معنوياته ليواصل أيضا حتى يأتي هدف التقدم. حلوة خطرة، تصويب الآن على الطاير. أنتوني يسير بالكرة باتجاه المرمى. لونين ممتاز في التصدي. كرة زاوية إلى العمق، سددها. مستحيلة هذه الفرصة. الكرة الماضية لم يكن محظوظا، سدد الكرة بقوة. الكرة على المرمى، فرصة بتضيع، كانت قريبة جدا من المرمى. تدخل يبعد الكرة. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة. يبدأ مشاهدينا شوط المباراة الثاني. التعادل هنا بين الفريقين مستمر في هذه المباراة. تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. مستحيل إذا أردت أن تقضي على أحد عليك بالضربة الأولى، عليك بالضربة الأولى. هدف أول في المباراة. تقدم الآن بهدف مقابل لا شيء. يقطع إلى الداخل، إبعاد الكرة من مكان الخطر. يا سلام على التدخل بدون مشاكل. كونوبليانكا، هجمة مرتدة الآن ممكن تشكل خطورة. محاولة جيدة للحفاظ على الكرة في مناطق الخصم. المدافع يمنع الكرة العرضية من الوصول إلى منطقة الخطر. برازيل تلعب بشكل جيد حقيقة على الطرف. عرضية طويلة والراية موجودة هنا تنهي هذه الفرصة. مهم جدا التوقيت في مثل هذه الحالات من أجل تفادي مصيدة التسلل. إذا تبديل يجريه الفريق الآن. ستيبانينكو ينطلق، يتقدم في هذه اللحظات، يتغلب على الرقابة بشكل ممتاز. العرضية لم تكن مثالية وبالتالي تنتهي ليد حارس المرمى. ممكن محاولة مرتدة خاطفة الآن. هجوم مرتد خطير وعلى الدفاع التراجع بالسرعة. ينتهي الهجوم المرتد مشاهدينا. فرصة كانت خطيرة لم يحققوا شيئا منها. كاسيميرو يتدخل. الله على قطع الكرة. برازيل تلعب بشكل جيد حقيقة على الطرف. بيلعبها في الخلف.
والراية تعلن عن وجود تسلل هنا. نكرر دائما بأن التوقيت أهم شيء في تفادي الوقوع في التسلل. التسرع في التمريرة هنا كلف الفريق الفرصة. يتقدم بالكرة، راح فيها تدخل وقطع للكرة في وقت حاسم. كريبتسو المباراة تدخل الآن في الثلث ساعة الأخير. شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. نيمار فرصة للتعادل، كرة للتعادل الآن. لونين يتصدى ببراعة. تسلل واضح، تحرك قبل لعب الكرة وبالتالي انتهت الخطورة. تسلل يوقف اللعبة في الوقت الصعب بالنسبة للفريق. كانت هجمة واحدة لكن الراية أوقفت الأحلام في اللقطة الماضية. تبديل من جانب المدرب بدماء جديدة للحفاظ على التقدم في النتيجة فيما تبقى من عمر المباراة. مهارة كبيرة في نقل الكرة، تيكي تاكا في أرضية الملعب. الفريق وكأنه في جروب واتساب حافظين بعض. الله على التفاهم. نيمار محاولة برازيلية ربما هي الأخيرة بحثا عن التعادل في مباراة. تصدي والكرة في الملعب، ممتاز التصدي من حارس المرمى. الآن بدأ العد العكسي، تتكلم عن 9 دقائق فقط على الصافرة. الله على النظرة. حارس المرمى يا أخي، حارس المرمى هو الذي يبقي الآن على الحظوظ، هو الذي يبقي فريقه في المباراة. لا يمكن ما حدث، كرة كادت أن تنتهي المباراة من خلالها، لكن تألق حارس المرمى يبقي الأمور مفتوحة في الدقائق الأخيرة. تمركز الجيد يساعد. في قطع الكرة، كرة بينية خلف المدافعين. كرة بينية كادت أن تشكل خطورة لكن هذا التصدي. ماذا سيفعل الآن؟ مستحيل. أي هدف هذا، أي تسديدة، أي كرة من مسافة بعيدة حطها في المرمى. الله على هذه الطلقة. نشاهد كيف كانت التسديدة دقيقة وقوية من مسافة بعيدة استقرت في شباك حارس المرمى. تسديدة قوية جدا، صاروخية في المرمى. دائما ما تكون الأهداف الناتجة عن التسديد من مسافات بعيدة أجمل ما يمكن أن تشاهد في كرة القدم، وهذا الهدف واحد منها. نيمار، مباراة ترفض بأن تنتهي. هدف تقليص الفارق في الدقائق الأخيرة. شوف الأعصاب الآن، هدف واحد قد يأتي في أي لحظة في المباراة. هدف يأتي لكن خلاص الأمور منتهية من قبل هذا الهدف. لن يغير في مجريات هذا اللقاء، لن ينقذ الفريق من الخسارة. هدف شرفي لحفظ ماء الوجه ليس إلا. تنطلق المباراة مرة أخرى، النتيجة هدفين لهدف. تنطلق الصافرة مشاهدينا معلنة نهاية المباراة بخسارة الفريق الضيف. الفريق كان خارج الخدمة اليوم، لم يقدم ما يشفع له لتحقيق نتيجة إيجابية. بالتأكيد الخسارة مستحقة بالنظر للمستوى اللي ظهر به الفريق اليوم. ظهر بشكل ممتاز في مباراة اليوم، قدم عرض جيد وبذل مجهودات كبيرة كان لها دور كبير في تحقيق الفوز.
بذل مجهود كبير حقيقة في الملعب. كان هذا الأمر واضح من خلال الفرص اللي سنحت. المهم بأن نجح في إحراز هدف وساهم في خروج فريقه بالفوز في هذا اللقاء.